أغلبنا بيبدأ اليوم بتاعه بفنجان قهوة، بس هل عمرك فكرت القهوة بتفوقك إزاي؟ تعال أقولك الموضوع. بص، أول حاجة أنت القهوة بيكون عندك فيها مادة فعالة اسمها الكافيين. الكافيين ده بيكون ليه تأثير على المخ، بيشتغل عليه بطريقة ذكية. اركن ده دلوقتي على جنب. عندك مادة تانية اسمها الأدينوزين. الأدينوزين دي مادة بتفرز على مدار اليوم، وهي المسؤولة عن إن أنت بتحس بالتعب والإرهاق، فتيجي على آخر اليوم تحس إن أنت تعبان وعايز تنام. فهنا بقى الكافيين بيلعب دوره، إن الكافيين يجي يمسك في المستقبلات في الدماغ مكان الأدينوزين، فيدي وهم أو إحساس للمخ إن أنا لأ، أنا لسه صاحي ولسه فايق مش عايز أنام. فتبدأ تحس إن تركيزك عالي ويبقى عندك نشاط. وكمان الكافيين بيشتغل على هرمون زي الأدرينالين والنور أدرينالين، ودول لما بيفرزوا بيدوك إحساس بالطاقة وإن المود بتاعك بيبقى أفضل. الدراسات قالت إن الكافيين بيأثر على التركيز بتاعك، بيعلي التركيز وبيخلي الاستجابة عندك أفضل، وكمان بيكون ليه تأثير على المود بتاعك. في دراسات اتعملت عشان يشوفوا تأثير القهوة على المخ، فجابوا شخص عشان يشوفوا الفرق ما بين قبل ما يشرب قهوة وبعد ما يشرب قهوة. فبعد ما شرب القهوة على طول لقوا إن القهوة بتشتغل على شبكة الأعصاب اللي موجودة في المخ وبتحسن الأداء بتاعها، وبالتالي أثرت على الوظائف زي اتخاذ القرار أو الذاكرة بتاعتك وحسنت. وكمان القهوة بتشتغل كأنتي أوكسيدانت أو مضاد أكسدة، فده بيحمي الخلايا العصبية من إنها تموت، وده بيحميك من أمراض زي مرض الزهايمر. لكن القهوة هنا زيها زي أي حاجة، لو شربت منها أكتر من اللازم هتنقلب لحاجة مش كويسة. فأكتر من 3 أو 4 فناجين في اليوم هتبدأ تحس بأرق، لخبطة في النوم، وتوتر، وممكن ضغطك يعلى سنة. يعني الخلاصة، القهوة مفيدة بس لما تقدر تستخدمها باعتدال وبذكاء. الكلام ده مبني على أبحاث ومصادر طبية موثوقة، وسايب لك المصادر في أول كومنت لو حبيت تبص عليها. قول لي بقى في الكومنت، انت بتحس ان كوباية القهوة بتفوقك فعلا ولا بتزود توترك وخلاص؟ ولو حابب ان انا اعمل ريلز عن افضل وقت تشرب فيه كوباية القهوة اكتب لي في الكومنت عايز.